قصيره عند محمد عاشور الادهم. يلعب البينيه حلوه المره دي، حلوه احمد عادل، خطيره للجونه، خطيره للجونه، العرضيه والراسيه جول. لسه بتكلم عن 16 من احداث الشوط الاول. ادي احمد عادل، نبص بقى الكروس هو الهدف، عدت من بوبا ما عدتش من عرفه، كانت في مرمى عبد الواحد، الاول لمصلحه الجونه في الوقت الحالي. وهنشوف مفاجات يا كوره النهارده ولا ايه؟ هنشوف مفاجات. ونادي الجونه فيما بين شوطي اللقاء. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الثاني للجونه وعاشور الادهم زي ما توقع جمهور. هي المره ثانيه وادي عاشور. يا ولد يا ولد يا ولد في التسعين وعلى طريقه محمد صبري مسجل عاشور الادهم. وكأن ابناء نادي الزمالك وترقب وحذر. وادي الكوره من شيكا حلوه المره دي وفتح الله جول للزمالك. بقول لكم الضربات الثابته لو استغلها نادي الزمالك اتلعبت حلوه قوي من شيكا، عدت وفتح الله والمرمى وجول للزمالك، الاول لمصلحه الزمالك. ياخدها مره ثانيه حسين عبد الشافي، لاعب الارضيه عاليه، عدت فتح الله بيسند براسه، احمد جعفر، شيكا بيسدد شيكا جول. رجع محمود عبد الشافي وفتح الله هنا بقى فكر ولعب الكوره عند احمد جعفر. الرادار اشتغل مع شيكا، وبالتاكيد الزمالك يرجع للمباراه من بعيد. وادي هنا الكوره فتح الله سند وجعفر عدل وشيكا خلص. ادي كوره في اقصى الناحيه اليمنى عند حازم مع سعد حسني، وضغط تاني من نور السيد، لكن حازم يا ولد عدى من الاثنين. حازم امام وقف على الكوره، ممكن يلعب الارضيه. حازم عدى لعب الارضيه، حازم مين بقى مكمل، وعبد الشافي طلقه من عبد الشافي. بص بقى الضغط، نبص سعد حسني ضغط عليه، بص لعب بسعد ونور وعدى كويس جدا، وقف كمل معاه سعد، لكن عرف ياخده لجوه ويجيبه لبره ويلعب الارضيه في الزاويه البعيده. بص بقى عبد الشافي هوب لبست